يا يوم الجن. الو. ايوه يا زنبق انا اسمعك. هل تسمعوننا؟ الو يا بنت الحلال الله يصيبك، الحلقه ما بدأنش. يا جماعة الخير، الو هل تسمعوني؟ معكم زنبقة. الله يجعلك بقنبله. الله يجعل لك مرضعة مسممة. جعفر جعفر مين يا شوتر دارك ام كداف؟ خلاص يا زنبقة، الحلقه الاولى من كداف ترنديغ بتنطلق الان. شيروا الفيديو مدري ما هو ذا. تنويه قبل المشاهدة: المعنى الواقعي للتطبيع والاعتراف بدولة إسرائيل ومسح دولة فلسطين وتسليم الأقصى لليهود لإرضائهم ونسيان دماء شهداء فلسطين. ملاحظة: التنمر هو السخرية من الشكل والعرق واللون والجنس، أما انتقاد الأفكار هي عملية نقد بناء حتى لو كانت بطريقة ساخرة. وأرجو الدعاء للفنان الراحل حسن علوان المعروف بالشيخ تفاح بالرحمة والمغفرة. هيا نبدأ. السلام عليكم، أهلا بكم في برنامج كداف ترنديغ. الصراحة اليوم مش داري بينما تكلموا إيش أقول. العنوان الذي طرح في هذا الفيديو نعم للتطبيع. تطبيع؟ أعوذ بالله، ما هو ذا الجني من فيان طلع؟ شكله جني إسرائيلي. نعم للتطبيع. جعفر ما لبني فضحت بنا، ما جري لك. أعوذ بالله من إبليسك. نعم للتطبيع. ما تقول أنت متأكد من كلامك؟ نعم للتطبيع. لا يا جعفر لا، أكيد تشاد شد الانتباه وبعدين أكيد استفضح إسرائيل. والله ليس لشد الانتباه. لا أكيد ستكثر المشاهدات وبس يا جعفر. ولا لتكثير المشاهدات. جعفر تمسى يا ابني قبل ما أماسك بملطام. شكلك تعمل إعلانات ودعاية صح؟ ولا فيها حركة دعائية. كان ما هو يا جنين. نعم للتطبيع. أصادرينا بس ما هو السبب يا جعفر؟ لا تكون كده انك جعفر بخيتي. ايوه غدا تبكر تقول الخمر مش حرام، لا يكون الايمان ما بوش يا جعفر. انت مؤمن وتطبع؟ وانما هو ايمان منطلق من قناعة راسخة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وجعفر ايمان في التطبيع؟ لا. الله والله انك مصيبة يا جعفر. خاطرك قوم اقلع من قبالي يلا. مستحيل، لا، بل بفضل الله عندي القدرة أن أقنع كل إنسان يقول لا للتطبيع. الله يحول من يطبق صورك إن شاء الله بالمقلوب. قال اقنع ما بس انت اقنع لأصحابك ويا عمك يردونك قريتك. صدقنا يا جعفر الكل شيء تبرى منك. وبعدين كنت أقول جعفر غلط وش هيعتذر، طلعت من قناعة بين. نعم للتطبيع. لكن سهل يا جعفر، علاجك عندي الآن. اتصل بالشيخ يمطك. ألو مرحبا يا شيخ. ما تشلل، من هو الذي اشتمطه اليوم؟ يا شيخ طفاح رحمك الله، لو كنت عايشو ما قدرش جعفر يتكلم ويقول نعم للتطبيع. ما هو جعفر يطبع، أقسم بالله لكم رابطه في منخلات. سمعنا ولا لا؟ مو دم حكا. نعم للتطبيع. جعفر شكلك دوي الشهرة صح. كعرب وكمسلمين أن نطبع مع دولة إسرائيل. والله يا جعفر لكن مطوق، تفهمنا؟ تفهم إلا لا؟ ألو يا زخيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، ما تشتي تتصل بي يا كذاب، ما هم خبر. وزخيم وبرقوق كأنك مش داري ما هو اللي حصل؟ إلا داري جعفر قال سيطبع كنا طباقة، لكن قل يا جعفر بطل مسماك. إسرائيل محتلة ويقتلون فلسطينيين يوميا. نعم للتطبيع. يا عم زخيم، خاطرك بس خاطرك. يلا عشان نتصل بزنبقة. اتصل قل الله يسيبك. نعم للتطبيع. مع السلامة. نعم للتطبيع. مرحبا يا شوتر مرحبا. يا أخي ممكن نكلم زنبقة عشان تشوف ابنها؟ جعفر يا جعفر، أين زنبقة تبصر أهبل هذا؟ يا جماعة الخير، ألو هل تسمعوني؟ معكم زنبقة. أيوة نسمعك يا زنبقة. ألو الله يشلك نسمعك. ألو هل تسمعوننا؟ أيوة نسمعك يا بنت الحلال منوذ. الحين ما هو ردك على ابن جعفر.
ايه الولد ده يا جماعة الخير انا متبرية منه من الان، يعني متبرية منه يعني ساعتين بس وبعدين شرجاه. نعم للتطبيع. أو خلاص احكي لنا كيف ولدتين جعفر؟ جعفر ولده ولادها قيصرية، يعني ما خرج إلا بزوامل. ما خرج إلا بزوامل وشيلات. واسألكم بالله يعني تخيلوا زنبقة وحمن جعفر 4 سنوات، حمول حماره. إذا كان أنت الولادة كيف رضعتنا؟ وخرج وما رضعته أنا، رضعته مرض زخام. نعم للتطبيع. يا ولدي جعفر، إذا أنت تشاء تنشر الإسلام انشره بعقل، الله لا وفقك، الله يجعل لك مرضعة مسممة. نعم للتطبيع. الله يجعل لك مرض المكرونة. نعم للتطبيع. الله لا وفقك. نعم للتطبيع. ولا تنشر هذا حقك المدري ما هو الذي ذا يا ولدي. شكرا يا زنبقة، هات شوتر هات. نعم للتطبيع. يا شوتر يا أخي انصح لنا جعفر. وجعفر نعم للتطبيع. حرام انك يا ابني خريت على كل المذاهب. نعم للتطبيع. سمعتوا لك فيديو تدعو للتطبيع، حول ولا قوة إلا بالله. وأنا زنبقة بصار ابن أهبل جعفر. ألو لا أترد احنا الزنبقة ولا حاجة، تشتون الصدق يا جماعة، أنا تعبت من ذا الآدمي، لكن الخلاصة والحل والزبدة عند عبد اللطيف. حبر الرسالة وخلاصة الكلام، أنت كمشهور أو كشخصية مؤثرة لك محبينك ومتابعينك ومعجبينك، فلا تقل لي أنت حر وتتكلم عن نفسك وتمثل نفسك وبس. لا يا عمنا النجم، أنت شخصية مؤثرة وربما تقنع الكثير بأشياء تظنها صواب وهي في الحقيقة خطأ. ورسالة لكل شخص مؤثر ومشهور تحب تكون فاسد، احتفظ بفسادك لنفسك وما تأثر على غيرك، لأن لك جمهورك وتأثيرك. أما أنت يا جعفر فلا تقول أن الناس تتنمر عليك، لأنهم ما عيروك لا بعرقك ولا بلونك ولا بشكلك، وأنت تظن أنك عبرت عن نفسك، فهم انتقدوا أفكارك ما انتقدوا شخصيتك يا جعفر. وكونك شخص تهامي مشهور وما استخدمت شهرتك في خدمة تهامة اللي غرقت بالسيول، كان المفروض أنك ما تنسى قضايا وطنك، وما عمرك طلعت أفدت تهامة بشيء. فبدل ما تشتغل بتأثيرك في خدمة وطنك وتحس بالظلم الذي يعانيها اليمن، استغليته في تحبيب التطبيع وبيع القضية الفلسطينية. والمشكلة أنك جالس تزرع الحقد في أبناء الوطن الواحد. والمشكلة الأكبر أنك تتكلم دائما باسم الدين. نكرت فلسطين واعترفت بإسرائيل وحرفت الدين وقلت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من طبع. والكارثة الكبرى قلت واجب علينا التطبيع كمسلمين وكعرب لدولة إسرائيل، واعترفت بإسرائيل كدولة، وقلت بما يسمى المسجد الأقصى. صراحة ما فهمناك يا جعفر، هل أنت تبحث عن الشهرة أم خالف تعرف أم شخص مدفوع لك، أم هو تفكيرك الذي جعلك تنسى دماء الفلسطينيين وتنسى كلام الله بأن اليهود لن ترضى عنه؟ فأي ثقافة تحملها لنا أيها النجم الذي كنا نظن فيه الخير، ولم نتوقع منهم نشر ثقافاتهم المغلوطة وأفكارهم المسمومة. شكرا لكل ناشط يسعى إلى تحسين صورة بلد. وفي الأخير أطلب دعواتكم بالرحمة والمغفرة للفنان حسن علوان الملقب طفاح، الذي كان يوصل رسالة سامية عن طريق الفن. أيضا أتمنى الدعاء للفنان محمد مقبل الملقب غيلان الذي يعاني المرض منذ فترة. وتحية لكل شخص عرف أن الفن رسالة بإمكانها أن تخدم المجتمع وربما تخدم الدين، وقد تربي أجيال أخلاقية. وسحقا لكل فنان غير اسم العهر والفساد والرقص والانفتاح الانبطاحي إلى مسمى الفن، فأصبح الفن في نظر الآخرين فساد أخلاقي بحت. والسلام عليكم أجمعين.